وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض المكشكشة، ترند رمضان، واخد ضجة عالية قوي، وكمان سعرها نار في المحلات، مع انها بتتعمل بطريقة بسيطة، جلاش ولبن وشربات. ان شاء الله احنا هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وخطوات بسيطة، ان شاء الله تنفذيها وهتعجبك جدا جدا، تستحقي ان انتي فعلا تجربيها. شايفين كده مورقة وجميلة وطرية وتحفة، وكمان مظبوطة في السكر وكل حاجة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ المكونات بتاعتنا. عندي لفة من الجلاش، عندي كمان انا هعمل الكريمة بتاعتها من الكريم كراميل. عبوة الكريم كراميل بيبقى فيها كيس كريمة وكيس الكراميل، انا مش هاخد الكيس الكراميل البني ده، مش هستخدمه، هستخدم بس كيس الكريمة. علشان نعمل الشربات هنحط كوباية من السكر، عليها كوباية من المية وعصرة من الليمون، يغلوا. اول ما يغلوا هسيبهم 5 دقايق واطفي النار واسيبه يبرد. عندي صينية هديها دهنة من السمنة، هستخدم من 3 ل4 معالق كده من السمنة، هسيحهم واحط دهنة من السمنة في الصينية من تحت، واخد ورقة واحدة بس احطها في ارضية الصينية. علشان نعمل بقى المكشكشة هنمسك ورق الجلاش، ورقة او ورقتين زي ما تحبي، وهنبتدي نطبقهم زي فكرة المروحة اللي كنا بنعملها زمان بالورق. هي دي الطريقة اللي انا عايزاها. همسك بقى كل ورقة من الجلاش هطبقها بالشكل ده على شكل مروحة، وممكن اعمل طبقتين مع بعض، ورقتين مع بعض زي ما تحبي. بصي بتطوي واحدة وبعد كده التانية ورا بعض، ممكن زي ما انا بعمل تتني وبعد كده تقلبي وتتني، كشكشيها بقى. علشان كده سموها المكشكش، عشان بنكشكش الورق ورا بعضه كده. هنجيب بقى صينية، يفضل تكون الصينية نفس مقاس الورقة، هترصي فيها كده ورق الجلاش. ممكن تعمليها اهو، تبتدي تكشكشي الورق كده من غير ما ما تشيلي، يعني ما تتنيه وتفردي، على طول بايديكي كده لمي وطبقي. كلنا بقى عارفين كنا بنعمل المراوح ازاي زمان بالورق. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي وهرصها في الصينية. بعد ما اخلص كل الكمية، السمنة بتاعتي اللي انا سيحتها هبتدي احطها على الوش. انا ما حطيتش ما بين رق الجلاش سمنة علشان اعرف اطبقها على شكل مروحة، عشان السمنة ما تلزقش في ايدي. احط كل كمية السمنة على الوش واسخن الفرن بتاعي علشان يسخن، علشان لما اجي احط فيه الجلاش يبقى سخن كده والجلاش بتاعي يستوي على طول. طب علشان نعمل الكريمة اللي هنضيفها على البتاع، عايزين نعمل كريمة ابسط حاجة، هنجيب كوبايتين من اللبن، هنضيف عليهم كيس الكريمة اللي هو جاي مع كريم الكراميل. كوبايتين من اللبن الحليب العادي اي نوع تحبيه، هجيب كيس الكريمة وهضيفه عليه، هدوبه بس كده من غير سكر ولا حاجة لان هو بيبقى مسكر. هي دي. طب انا لو مش عايزة استخدم كيس الكريمة ده هعمل ايه؟ استخدم كوبايتين من اللبن واجيب 2 صفار بيضة وادوبهم على البارد. هي دي هتبقى الكريمة بتاعتي اللي انا هستخدمها. خلاص هقلب كل كمية. هدخل الاول الصينية بتاعتي من غير ما احط الكريمة، يعني دهنت على وش، حطيت على وش الجلاش السمنة ودخلتها الفرن 5 دقايق كده بس تتشمع معايا واطلعها. اضيف بقى الكريمة اللي هي كوبايتين اللبن عليهم كيس الكريمة، بس كده. هبتدي اوزع كل الكريمة بتاعتي او اللبن ده على وش الصينية، اشربه كده كل الجلاش يتشرب معايا باللبن، وهرجع تاني ادخله على الفرن علشان بقى يستوي معايا، الكريمة تجمد وكمان الجلاش يستوي. هتطلع بالشكل ده، اول ما لونها يحمر طلعيها تحفة. خلاص كده هنجيب بقى الشربات بتاعنا ونبتدي نسقي الوش بالشربات. الجلاش سخن والشربات دافي او بارد. هتضيفي بقى كل كمية الشربات، انا ما استخدمتش الكوباية كلها، استخدمت حوالي كوباية الا ربع، انتي بتحبيه مسكر قوي حطي كوباية الشربات كلها. بعد ما تحطي شربات يلا قطعيها كده بقى بالسكينة وطلعي بقى القطع، اقسمي الصينية على نصين علشان هي تبقى، هو بيبقى منظرها كده. طلعي نص الصينية كده في طبق التقديم بتاعك. بصوا شايفينها طرية زي وبتلمع وطعمها تحفة، خفيفة وحلوة، ومن الحلويات اللي فعلا تعمليها وتشرفك جدا في عزومات، ممكن كمان في رمضان، وممكن كمان تعمليها في العيد، تقدميها في العيد لو انت مش عاملة كحكة او بسكوت، ده هتبقى حلوة قوي تقدميها لضيوفك. حلوة جدا. هو ده الترند، شايفين مفيش اسهل منه ازاي، وكمان ولا هنشتريها باسعار يعني خرافية. هي دي كانت وصفتنا، يا رب تكون عجبتكم، جربوها
شكرا ليكم، مع السلامة.